فيديو جديد ومعاكم نعم شركة ايفون، والنهاردة معادنا مع ريفيو جديد من ريفيوهات العطور الجديدة اللي نزلت معانا في ايفون مؤخرا. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا متنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ويلا بينا تعالوا نتكلم عن العطور بتاعتنا النهاردة. زي ما انتوا شايفين معانا النهاردة اصدار جديد من اصدارات اتراكشن ايفون اتراكشن انتنس. معانا الحريمي ومعانا كمان العينة بتاعة الرجالي، هكلمكم عنهم بالتفصيل. انا عملت لكم شورتس عن البرفان دوت اول ما نزل، لان البرفان دوت يعني خطف قلبي من اول رشة حرفيا. البرفان دوت شجري، الناس اللي بتحب ايف كونفيدنس، الناس اللي بتحب فاراوي ريبل، الناس اللي بتحب البرفانات المسكرة عموما، البرفان ده هيكون اختيار موفق ليهم وهيكون من مفضلاتهم، زي ما هو بقى مفضلاتي وبقى التوب عندي. البرفان ده انا وقعت في غرامه حرفيا، حبيته جدا، لان ده البرفان اللي اتمنى لما ارش منه وابقى موجودة في مكان يقولوا ده برفان نهى. فحابة ان هو يكون ايقونة عطرية بالنسبة لي، لانه من الروايح القريبة جدا لقلبي، وتوليفة عطرية مميزة يعني مبهرة جميلة. انا لما شميته يعني ما قدرتش اقاوم، على طول جريت قلت للاعضاء عندي في الفريق الحقوه، وعلى طول نزلت لكم شورتس ووصفته لكم بشكل مبسط وسريع، لان بجد البرفان تحفة وما في حد شمه سواء بيحب الحاجات الشجري او ما بيحبهاش الا وعجبه البرفان جدا. طبعا الناس اللي ما بتستحملش الحاجة المسكرة اكيد مش هتحبه، ولكن هو برفان رائع 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 رائع. تعالوا نتكلم الاول عن الباكجينج وجماله. طبعا هو بيجي في علبة جولدن كده زي ما انتوا شايفين، وهو بيكون حجمه 50 ملي، وهو اودو بيرفيوم. الازازة تحفة. طبعا الازازة هو نفس التصميم بتاع عيلة اتراكشن المتعارف عليها، من اول اتراكشن الفيرست اديشن لاتراكشن سنسيشن واتراكشن ريش اللي طبعا بطلت تنزل من زمان. نيجي بقى على الاصدار الرائع المبهر دوت، وهو الانتنس، وده اقربهم لقلبي. كلهم حلوين وكلهم بحبهم. اتراكشن اول اصدار او الفيرست اديشن ريحته فواكه التوت مع ريحة بخور شوية، تحس ان هو عطر خليجي تقيل جدا فواح جدا ثابت جدا. نخش على السنسيشن برضو، هو ريحة فواكه، ريحة البرقوق مع روايح كده سكسي جميلة. الديزاير ريحة كريز من اجمل ما يكون، كريز بعيد عن دواء الكحة نهائي، اجمل كريز شميته في حياتي. طبعا ريحة الشوكولاتة وريحة برضو مسكرة وجميلة، ولكن مختلفة عن انتنس، يعني ريش شوجري وانتنس شوجري، ولكن ده في حتة وده في حتة تانية. وكان عندنا اصدارين كده ليهم شكل مختلف، اللي هو اتراكشن 1 انتنس الرجالي، ودي فيها شبه كبير قوي من البرفان بتاعنا النهاردة. وكمان اتراكشن 1 فريش، ودي بقى في حتة تانية لوحدها خالص، تقدروا ترجعوا للريفيو بتاعها. والاصدار قبل الاخير اللي نزل معانا وهو اتراكشن جيم، وده ريحته برضو شوكولاتة بس في ريحة تبلية واضحة، واصدار قوي وفواح وتقيل وثابت، حاجة كده برضو جميلة. الاصدار بتاعنا النهارده فيه حته تبليه اللي هي الجنزبيل، دي بتشميها في المقدمه، بس جنزبيل مسكر. تخيلوا حتى الجنزبيل سكروه، يعني العطر بتاعنا من الاي تو زد النهارده كلها مكونات مسكره وجميله وعطره. تعالوا اقول لكم مكونات البرفان بتاعنا اللي هو اتراكشن انتنس الحريمي. هم واصفين العطر ان هو حلو، وهو حلو 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 من هنا لاخر العمر. تابلي دافئ فعلا، في حته تابليه بس هاديه، جوز هند فاكهي لاكتوني مسكي عنبري. لاكتوني يعني في احساس الحاجات الحليبيه، تمام. انا ما بحبش استخدم الاكسبريشنز دي، لان مش كل اللي بيتفرج عليا خبير في ستريسي ولاكتوني واروماتيك والكلام دوت. انا بحاول اوصفه لكم بوصفي انا البسيط، لان انتوا مش خبراء في العطور. انتوا لو خبراء في العطور اكيد مش هتتفرجوا على الريفيو بتاعي، فعشان كده ده سبب ان انا ما بستخدمش الاكسبريشنز دي، عشان احاول ابسطها لكم. احنا كل الفكره
الفكرة احنا عايزين نعرف العطر بتاعنا ده عطر مناسب لأنه ذوق، مين اللي يقدر يستخدم العطر ده، ثباته، فواحينه، الكلام ده كله. ولو انتوا برضو حابين ان انا اعمل لكم فيديو عن الاكسبريشنز دي او المصطلحات دي، انا ممكن برضو اعملها لكم عشان لما تسمعوها عند اي حد تاني او في ريفيوهات تانية تبقوا فاهمين معناها ايه. لكن انا عارفة معناها، بس انا بوصفها لكم بوصفها الطبيعي، حتى ما بحاولش استخدم مصطلحات كتير انجليزي، يعني زي ستريسي. ستريسي يعني حمضي، طب ما نقول حمضي، نقول حمضيات، الناس تعرف يعني ايه فاكهة حمضية او يعني ايه ريحة حمضية، بدل ما اقول ستريسي. في ناس كتير ما تعرفش يعني ايه ستريسي، ما تعرفش يعني ايه لاكتوني، ما تعرفش يعني ايه اروماتيك، ما تعرفش يعني ايه ايرسي. فالكلام ده كله مش كل الناس تعرفه، عشان كده انا شرحي بيكون مبسط، وبحاول اوصل لكم الفكرة بالمصطلحات الشائعة العادية او الكلمات المتعارف عليها ليكوا ودنكوا تبقى مستصاغاها. تعالوا نرجع بقى للعطر بتاعنا بمكوناته. طبعا مقدمة العطر الجنزبيل المسكر زي ما قلت لكم، وتوت العليق ودي فاكهة مسكرة، والكمثرى. قلب العطر المسك والجاردينيا والأوركيد. جوز هند مسكرة، ريحة حلوى مسكرة، ريحة الفانيليا مش شامة قوي، ريحة زهور مش شامة، ريحة الأوركيد الأسود ده نهائي، في ريحة مسكية بسيطة. إنما الريحة الغالبة هي ريحة اللاكتونية اللي هما بيقولوا عليها الحليبية، جاية من ريحة جوز الهند المسكر مع ريحة العبهر ده اللي هي الفانيليا المسكرة. ريحة من اروع ما يكون. بجد انا لو حابه ان انا حد يفتكرني برفان، فهو هيبقى البرفان ده. انا حبيته 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 جدا، والناس اللي بتحب الحاجه الشجري هتحبه جدا. اكتر ما يميز العطر ده ان انا ما شميتش حاجه شبهه اطلاقا، وهو مش شبه اي اصدار من الاصدارات السابقه. لا اول اصدار اللي هو الفيرست اديشن، ولا جيم، ولا سensation، ولا ديزاير. اصلا كل واحد فيهم ليه شخصية مختلفة معبرة عن ذاتها وتوجهاتها واتجاهاتها. ده اكتر حاجة عجباني في عيلة اتراكشن. وعائلات تانية بصراحة معانا كتير في ايفون برضو، كل برفان فيهم ليه شخصيته. بس انا حبيت العطر ده جدا جدا جدا. الثبات رائع، الثبات من متوسط لعالي، بس رش كتير. يعني لو رشيتي رشة واحدة مش هيبقى فواح بشكل كافي، لكن لو رشيتي كتير هيبقى ظاهر وفواح بالشكل اللي انت عايزاه. طبعا هو اودو بريفيوم زي ما قلت لكم، المكونات رائعة. كل الناس اللي بتحب الحاجات المسكرة او الروايح المسكرة هتحبه قوي قوي. ريحة الجوز الهند مع الفانيليا مع الجنزبيل المسكر، هم جامعين كل الحاجات الحلوة وحاطينها في البرفان ده. ده مختصر الكلام، كل الحاجات المسكرة الجميلة الحلوة حاطينها في البرفان ده. فلو عايزة تكوني حد مسكر وجميل وحلو وطعم، دي الطعامة كلها، دي الحلاوة كلها. انا لو قعدت اتكلم عن البرفان دوت ممكن اقعد اتكلم ساعتين تلاتة ومش هيوفيه حقه، ولا جماله ولا حبي ليه. يمكن حبي ليه عاكس عليه، وده فعلا لجماله وتميزه وتفرده. فالعطر ده اجمل ما يكون من العطور الشجري اللي شمتها في حياتي بصراحة.
نخش بقى على العطر الرجالي واللي هو فيه شبه كبير قوي من اتراكشن 1 انتنس. معرفش بقى هل هم عشان ده انتنس وده انتنس، بس العطر الرجالي بقى انا ليا عليه تعقيبات كتير. تعالوا نروح نشمه سوا. زي ما انتوا شايفين اهو، ده العطر الحريمي وده العطر الرجالي. العطر الحريمي اهو كاتبين عنه برائحة الزنجبيل والزهور وجوز الهند الكريمي، عشان قلت لكم فيه ريحة كريمية حليبية. اما العطر بقى بتاعنا الرجالي فهم كاتبين ان هو بريحة البرقوق والتوابل والاخشاب والجلود والعنبر. هو ريحته تقيلة جدا، ريحته تقيلة جدا، فواحة جدا، رغم ان هو اودو تويلت. الريحة والفوحان والثبات من أروع ما يكون، ولكن الريحة المسيطرة عليه هي ريحة التوابل. تعالوا نشوف كده مكوناته. هم واصفينه ان هو عطر تابلي مسكي الباتشولي ناعم عنبري. التوابل بتاعته مقدمة العطر الهيل، وده مسيطر 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 بشكل مش طبيعي. الهيل والزنجبيل عاملين شغل عالي قوي في البرفان، وكمان البرقوق قلب العطر المسك، والباتشولي والمرامية قاعدة العطر الجلد، والعنبر ونجيل الهند. طبعا عندنا 4 مكونات تقيلة، ايه هما؟ الهيل والزنجبيل والباتشولي والجلد وكمان العنبر. يعني العنبر مدي تقل وتسكيرة كده في الاخر، اللي هي ريحة حلوة، ريحة مش مسكرة شجري بقى اللي احنا كنا بنتكلم عنه الحلويات اللي فاتت دي، لا، فيه ريحة اللي هي ريحة حلوة في الآخر، ريحة حلوة كده في القاعدة. ولكن الهيل والزنجبيل معانا من بداية العطر لنهايته، يعني الريحة التابلية دي ما بتخرجيش براها. نفس الريحة بنسبة 70-80% بتاعة اتراكشن 1 انتنس، اللي مدي بقى العطر تقل الباتشولي والجلد والعنبر. صراحة عطر تقيل 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 قوي جدا، فواح جدا. اللي بيحب العطور التابلية هيحبه. بس كده، ده مختصر الكلام. عجبني بصراحة كعطر تابلي. مميز؟ لا مش مميز، لان هو شبه عطور كتير انا شميتها في ايفون قبل كده بصراحة. يعني تحسوا ان توليفة العطر متعادة متكررة. تحسي ان هو في حبة من سجنه على حبة من اتراكشن انتنس. حاسة ان التوليفة العطرية دي مش جديدة عليا، مناخيري شمتها قبل كده. بس هو العطر حلو، هو العطر في مجمله حلو، ثبات وفوحان رائعين. الريحه لا، ما تحسيش ان انتي لا مش عاجباكي، لا حلوه، هي فيها توابل بس حلوه. يعني ريحه تابليه معموله بتوليفه مظبوطه، اللي هو مفيش حاجه زايده عن حدها فتخليكي متاذيه من العطر. ده كان رايي في العطور بتاعتنا النهارده بتاعه اتراكشن انتنس، سواء الحريمي او الرجالي. طبعا هو متوفر معانا في حملة 7، وإن شاء الله برضو هيكون متوفر معنا في حملة 8. بس للأسف هو ما بيظهرش معنا بشكل دائم، يعني أحيانا كده تلاقيه اختفى. يعني هو ظهر معنا في حملة من الحملات واختفى كتير، فاللي عايز يلحقه طبعا يلحقه في الحملات اللي هو بيكون متوفر بيها. ولو عملتي العضوية معانا في ايفون اكيد مش هتاخديه بالسعر ده، اكيد هتاخدي عليه خصم حلو جدا. وكمان هتقدري تستفيدي من العروض بتاعه مجلة الاعضاء والعروض الداخلية بتاعه الاعضاء واقل سعر شحن. واحيانا كمان بيكون الشحن مجاني، يعني بتاخدي العطر بتاعك او المنتج بتاعك وكمان بتاخدي عليه خصم حلو، ومتدفعيش فيه ولا جنيه شحن. كل الحاجات دي هتقدري تستفيدي منها لما تكلميني على الواتساب على الرقم الموجود اعلى شاشة، ونعمل العضوية سوا. ولو حابة ان انت تطلبي اي حاجة من بروشور الحملة الحالية او من المنتجات اللي متاحة فوري عندي على التسليم، تقدري تخشي على الجروب بتاعي، واللينك بتاعه في اول تعليق مثبت وكمان في صندوق الوصف، واسمه هينزل لكم هنا على السكرين. منتظرة رأي كل اللي جرب العطر. انا معظم الناس اللي رشحت لها العطر ده عجبها جدا من جميع الاذواق، مش الناس اللي بتحب الحاجات بس المسكرة، لا، كل الناس اللي رشحت لها العطر مختلفة الاذواق كلهم بصراحة عجبهم العطر دوت، ان هو عطر فعلا يستحق التجربة. فاللي ما خدش التجربة ياخدها، واللي جاب العطر ده وجربه يقول لي رأيه في التعليقات سواء الحريمي او الرجالي. اتمنى يكون الريفيو افادكم. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب، واشوفكم في فيديوهات حلوة كتير وريفيوهات احلى. على خير، باي باي.